اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. ده تاني فيديو في كورس الجرافيك ديزاين على كانفا. في الفيديو ده هنتعلم ازاي نعمل تصميم 3D زي ده، وهنعرف الطرق والاساليب اللي هيخلي بيها التصميم في بعد وعمق بحيث يديني تأثير ال 3D. ويا صديقي، الكورسات اللي بالجودة العالية ديت ما بتكونش مجانية، فاستغل الكورس عشان هيكون مفيد جدا وهيخلي مستواك في حتة تانية خالص. وقبل ما نبدأ خلينا نعمل لايك وشير، ويلا بينا نبدأ. هنفتح موقع كانفا او تطبيق كانفا بالشكل ده. هنضغط على ابتكار تصميم وبعدين تخصيص الحجم عشان نختار مقاسات التصميم، وهخلي مقاسات التصميم 2500 بكسل في 1500 بكسل بالشكل ده. وهيفتح لي واجهة التصميم الرئيسية بالشكل ده. وزي ما احنا متعودين، اول خطوة بنعملها ان احنا بنضيف صورة المنتج، فهروح على اعداد التحميلات وبعدين هضغط على تحميل الملفات واضيف صورة المنتج بالشكل ده. وهسيب لك صورة المنتج في الوصف عشان تتدرب عليها. بعد كده هنضغط عليها مرتين عشان نضيفها للتصميم بالشكل ده. بعد كده هنروح على أداة العناصر. أنا عاوز أضيف قماش حرير للتصميم، فهنكتب حرير واكتب اللون اللي أنا عاوزه برضه، فهكتب حرير ازرق بالشكل ده. ممكن تلاقي الشكل اللي انت عاوزه بس ما تلاقيش اللون اللي انت عاوزه، ودي مش مشكله، هنغير اللون بطريقه سهله جدا. فمثلا هختار الشكل ده واضيفه للتصميم بالشكل ده. طيب بعد ما ضفت الشكل انا عاوز اغير لونه بحيث صوره المنتج عندي باللون الازرق، فانا عاوزه ياخد برضو اللون الازرق. فحدد الشكل اللي انا ضفته وبعدين هضغط على تعديل الصوره، وبعدين هروح على الضبط وانزل تحت عند تعديل الالوان واضغط على اللون الاساسي اللي هو اللون الاحمر واغير في درجه اللون لحد ما اوصل للون اللي انا عاوزه بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده انا عاوز اعمل الوان الخلفية. المفروض الخلفية احنا كنا عملناها بعد ما ضفنا المنتج على طول، بس انا اخرت الخطوة ديت لحد ما اغير لون قماش الحرير بحيث برضه استقر على اللون اللي انا هستخدمه، واخد الوان الخلفية من الوان قماش الحرير. وهنعرف ازاي مع بعض. هنحدد الخلفية بالشكل ده وبعدين نضغط على المربع ده، هيفتح لي قائمة الالوان. هنزل لتحت واختار الوان متدرجة بالشكل ده. بعد كده هضغط عليها تاني من هنا وبعدين اضغط على اللون المتدرج، هيجيب لي اللونين اللي هما خاصين بالتدرج، فدول اقدر اغير فيهم زي ما انا عاوز. اول حاجة هختار النمط، فانا عاوز اخلي الاضاءة في النص فهختار النمط ده. بعد كده هروح اغير اللونين بتوع التدرج، مثلا هضغط على اللون الاول اللي هو اللون الفاتح وبعدين هضغط على القلم ده واروح على اللون الازرق الفاتح في القماش الحرير واضغط عليه بالشكل ده. بعد كده هروح على اللون التاني اللي هو اللون الغامق واختار القلم ده برضه واروح على اللون الغامق في قماش الحرير واختاره بالشكل ده. وبكده اخترت الوان الخلفيه. بعد كده انا عاوز اضيف اشكال 3D للتصميم بحيث يديني بعد وعمق في التصميم. طب اعمل الحركه دي ازاي؟ اول حاجه خلينا نعمل دوران للمنتج بالشكل ده واخليه بشكل مايل، وهنعرف ليه دلوقتي. وعشان اعمل اشكال 3D لازم احدد الشكل الاول اللي انا هعمله 3D. فمثلا انا عاوز اعمل كوره بس تكون 3D، فالكوره واخده الشكل الدائري، فانا هضيف دايره الاول، فاروح على العناصر وبعدين هروح على الاشكال واختار دايره بالشكل ده. بعد كده هروح على التطبيقات وانزل لتحت لحد ما الاقي اداة ماجيك ميرف بالشكل ده. بكل بساطة الاداة دي بتحول لك اي شكل ل 3D وانت بتكتب لها انت عاوز الشكل يكون عامل ازاي. فهنيجي هنا في الوصف وهنكتب له مثلا كرة بالونية زرقاء متدرجة اللون لامعة 3D ونضغط على ماجيك ميرف ونستنى النتيجة. زي ما انت شايف اداني النتيجة اللي انا عاوزها بالشكل ده. لو ما ادكش النتيجة اللي انت عاوزها من اول مرة هتضغط على انشاء مرة اخرى. بعد كده هضيف الكرة واحطها على القماش الحرير بالشكل ده واخليها كأنها نازلة من على القماش الحرير. بعد كده هعمل نسخ للكرة دي كمان مرة من هنا واكبرها شوية بالشكل ده بحيث تكون الكرة البعيدة صغيرة والكرة القريبة كبيرة عشان تديني بعد في التصميم، واخلي الكرة الكبيرة كأنها ضربت ازازة العطر بالشكل ده، وعشان كده عملنا الميلان بتاع ازازة العطر. بعد كده هنروح على العناصر تاني ونكتب حرير ازرق بالشكل ده. هيطلع لي نتائج زي كده. مثلا هختار الشكل ده ومش لازم يكون نفس اللون. كده كده عرفنا ازاي هنغير اللون. هروح على تعديل الصورة وبعدين هروح على ضبط وانزل لتحت على تعديل الالوان واضغط على اللون الاساسي بالشكل ده وبعدين هغير في درجة اللون لحد ما اوصل للون اللي انا عاوزه بالشكل ده. بعد كده انا عاوز اخلي الشكل ده ورا ازازة العطر، فاضغط على الوضع وبعدين هضغط الى الخلف عشان ارجع الشكل ده لورا. كل ما اضغط مرة الى الخلف فهو بيرجعها لي طبقة الى الخلف وهكذا. فانت هتنك تضغط الى الخلف لحد ما يرجع ورا ازازة العطر بالشكل ده. بعد كده هحدد الكرة بالشكل ده واعمل لها نسخ كمان مرة واستخدمها هنا في المنطقة دي بالشكل ده. بعد كده هروح على العناصر تاني واكتب مثلا شريط حريري. مثلا ده الشكل اللي انا محتاجه، فاضغط عليه ضغطتين بالشكل ده عشان اضيفه للتصميم. بعد كده محتاج اغير لونه، فاضغط على تعديل الصورة واروح على الضبط وبعدين تعديل الالوان واغير لونه بالشكل ده واعمله نسخ كمان مرة من هنا واستخدمه بالشكل ده.
بعد كده هحدد الطبقة ديت وانا عاوز ارجعها ورا المنتج، فاضغط على الوضع وبعدين الى الخلف بالشكل ده. بعد كده هروح على العناصر تاني وبعدين اكتب سبراي بيرفيوم عشان يديني تأثير السبراي بتاع البرفيوم بالشكل ده. فمثلا هختار الشكل ده واضغط عليه مرتين عشان اضيفه للتصميم واخليه بالشكل ده. بعد كده هروح على الوضع عشان ارجعه ورا المنتج، فهضغط للخلف لحد ما يرجع ورا المنتج بالشكل ده. بعد كده انا عاوز اضيف لمعة للمنتج، فهروح على العناصر برضو واكتب لمعة واختار اللمعة المناسبة للمنتج. مثلا هختار ده واخليه هنا بالشكل ده. مثلا برضو الشكل ده هيكون مناسب للخلفية، فهضغط عليه مرتين واضيفه للخلفية بالشكل ده. بعد كده نيجي للخطوة المهمة اللي هي إضافة الظلال والشادو للتصميم، فهروح على العناصر واكتب مثلا ظل واختار الظل المناسب للأشكال. مثلا هختار الظل ده واروح واضيفه للأشكال بالشكل ده. مثلا هضيف الظل ده للكرة ديت فاصغره واحركه واخليه تحت الكرة. بعد كده هضغط على الوضع وبعدين اخليه للخلف عشان الظل بيكون خلف الأشياء بالشكل ده. بعد كده هنسخه من هنا واستخدمه تاني مع الكرة ديت، وهكذا مع الكرة التالتة. بعد كده عاوزين نعمل انعكاس لإزازة البرفيوم، فهحدد إزازة البرفيوم بالشكل ده. بعد كده هروح على التطبيقات واختار تطبيق ايزي ريفليكشن بالشكل ده، وهيعمل لي ريفليكشن تلقائي للمنتج زي ما انت شايف. فهكبر الريفليكشن ده واخليه تحت المنتج بالشكل ده. بعد كده نيجي لإضافة التكست للتصميم، فهروح اضغط على تكست وبعدين هختار نص مناسب. مثلا هختار النص ده، طبعا انت هتكتب اللي انت عاوزه. وهنا محتاجين نغير لون الخط، فهنضغط على اللون من فوق من هنا واغير اللون مثلا للون السماوي بالشكل ده. بعد كده لو محتاج تضيف نص تاني برضو من تكست هتضيف النص بالشكل ده. وخلينا نغير لونه للون الابيض بالشكل ده. وبكده التصميم جاهز زي ما انت شايف بخطوات بسيطة جدا، النتيجة عظيمة. فما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، وبس كده في امان الله.